بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المتابعين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. حياك الله. بداية فضيلتكم حثنا ديننا الإسلامي على الترابط والتآخي والتعاون فيما بيننا، وقد سبق لنا الحديث عن التكوين الاجتماعي للمجتمع المسلم عموما. دعنا اليوم نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قوله إنما المؤمنون إخوة، ما هي الأبعاد المرجوة من فهم هذه الآية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأواصر البشرية بشكل عام هي مختلفة، إما أن تكون أواصر نسبية أو تكون أواصر مصاهرة أو تكون أواصر مصالح تجارية أو أي شكل من أشكال الروابط والأواصر التي يمكن أن ينتسب إليها الناس. ولكن جاء الإسلام ليرتقي بالناس من هذا النوع من الأواصر، سواء كانت أواصر نسب، أواصر مصاهرة، أواصر مصالح، روابط، أيا كانت من الروابط الأرضية التي يلتقي الناس فيها بسبب من الأسباب، ليجعل الرابط الأساسي هو الرابط الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى من خلال رابطة الدين. ونحن عندما نتكلم عن الرابطة الإلهية نتكلم، أو عندما نتكلم عن الدين فهو رابطة إلهية قبل أن تكون كل شيء، لأن الدين هو ما اتصل بالله سبحانه وتعالى، الدين الحق هو ما اتصل بالله عز وجل. وبالتالي كان العرب يقدسون جدا ويهتمون مسألة الأنساب ويتفاخرون بها، ويعني يقاتلون لأجلها، بل ربما أحيانا يتظالمون فيما بينهم بسببها، كما كان حال كثير منهم على الأقل. جاء الإسلام ليرتقي بالناس إلى مستوى آخر تماما، بدأ من الروابط المادية، الروابط النسبية، روابط المصاهرة، إلى الرابطة الإيمانية وهي أخوة الدين. أخوة الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يؤكد لنا على هذا المعنى العظيم جدا، وهو إنما المؤمنون إخوة. وهذا معنى جديد الآن بالنسبة للعرب على وجه التحديد وبقية الناس كذلك، وهو أن يجعل من التقى معك في الدين له من الأخوة ما يمكن أن تزاحم وتنافس الأخوة النسبية. بل أحيانا الأخوة النسبية إذا كان تخلف عنها عنصر الإيمان، فكان أحدهما مسلم والآخر كافر، فإن أخوة الإيمان تتقدم على أخوة النسب، فيكون المؤمن للمؤمن أقرب من أخيه الذي هو من نسبه لأمه وأبيه. بل أحيانا تقطع آصرة النسب في الميراث عندما يختلف الدين، كما هو معروف أنه من موانع الميراث اختلاف الدين. إذا اختلفت الأديان الشريعة تمنع مسألة التوارث، وبالتالي يتحول مال هذا المسلم إلى بيت المال، إلى إخوانه من أهل الإيمان. فلاحظ هنا يعني الله سبحانه وتعالى جعل مسألة العلاقة الإيمانية علاقة كبيرة وعلاقة يطلق عليها أخوة، لأن الإنسان يفهم معنى الأخوة هو فيها نوع من البعضية، أنك أنت وأخيك تلتقوا في أصل واحد، وهو إيه؟ أصل النسب، الأب الواحد والأم الواحدة بالنسبة للأخوة النسبية. كذلك بالنسبة للإسلام جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيما بينهم إخوة، ثم رتب عليها بعد ذلك أمور أخرى. يعني عندما يقول لك هذا أخ لك، فمعنى ذلك تلتقي معه على أواصر كبيرة وكثيرة جدا يترتب عليها على كل مجموعة من الأحكام. وهنا تأتي قضية الولاء، قضية البراء في ضمن هذا المفهوم. فعندما يقال هذا أخ لي في الله، فإنه له حق الولاء، له حق النصرة، له حق النفقة، له حق الصدقات، له حق الزكاة، له جملة له حق السلام، له حق التشميت. فعندك جملة من الحقوق تترتب على هذا المفهوم العظيم وهو مفهوم الأخوة الإيمانية. جميل. الجزء الثاني من الآية يقول الله سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم. على ماذا يحمل هذا؟ أحسن. طبعا الآية، السياق الذي تكلمت فيه هذه الآية هو سياق أن يكون هنالك تنازع واختلاف بين أهل الإيمان، لدرجة أن هذا النوع من النزاع قد يؤدي حتى إلى الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي هذا السياق إنما المؤمنون إخوة. وبالتالي يجب أولا في مسألة مهمة جدا هنا نلاحظ أنه حتى عند القتال أخوة الإيمان لم تنقطع. لاحظ، خاطبهم الله سبحانه وتعالى بمصطلح مصطلح الإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
فالقتال لم ينفي عنهم أصل الإيمان. إذن الأخوة قائمة ولها حقوقها ولها. طيب، نفس الأخوة هذه التي يتكلم عنها القرآن أيضا تحصل في عملية القصاص، يعني إذا قتل مسلم آخر، فهنا تأتي قضية العفو والتصالح والدية وغيرها، فيقول فإن عفي له من أخيه شيء. لاحظ، هو قاتل وأهل المقتول سيطالبونه بالدية، فهنا تأتي قضية الأخوة، فيثبت لهم الأخوة في حالة القصاص اللي هو في قتل بينهم، وهنا يطالبهم بالإصلاح في حالة الاحتراب والاقتتال. طيب، اقتتلوا، قال فإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخوة الإيمان تحتم وتلزم المؤمنين إذا ما حصل نزاع بين بعض أطرافهم أن يقوم أو أن تقوم طائفة من أهل الإيمان لأن تصلح بين الفئتين أو تصلح بين الشخصين أو تصلح بين على كل مجموعتين، وأن يكون هذا الإصلاح بالعدل كما هو معروف. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين. ويتبين هنا لمستمع الحديث أن إصلاح ذات البين له أجر قد يفوق الصلاة والصيام. ما قولكم في هذا شيخ؟ نعم. وعلى كل الأعمال بشكل عام من حيث نتائجها ومن حيث الأمر بها، إما أنها أعمال لازمة أي أنها لا تتجاوز الشخص. نعم. فالآن مثلا الصلاة من الأفعال اللازمة، أي أن الإنسان عندما يصلي فإنما يصلي لنفسه وفوائدها تعود عليه طبيعة الحال. لكن هنالك أعمال متعدية أي النفع فيها ليس لازم، يعني أنت تقوم بأعمال النفع فيها متعدي، أي أنك تخرج من الدائرة الشخصية إلى الدائرة دائرة الأعم. إصلاح ذات البين من هذا النوع، يعني أنت لا تقوم بأفعال تخصك أنت أو بواجبات تتعلق بك، ولكنك تقوم بأعمال لها علاقة بالآخر، فهذا نسميه النفع النفع المتعدي. فدائما يعني وإن كان المسألة تحتاج إلى تفصيل، يعني قد يكون في التراتب أحيانا في تفصيل، لكن بشكل عام ما كان نفعه متعدي أي يتجاوز الإطار الخاص فقد يكون أجره أكبر من ما هو لازم، أي نفعه فقط يعود عليك. يعني في شخص مثلا يقوم بعمل ينفع به ملايين من الناس، وفي نفس الوقت يقوم بعمل يستنفع به هو نفسه. لاحظ هنا الفرق، ملايين من البشر انتفعوا بقول أنت قمت به، بكلمة استطعت أن تقدمها للناس، بمال أنفقته، بموقف أنت على كل وقفت، وبين أنك والله قفلت على نفسك الغرفة وحاولت أن تقوم بأعمال لا تتجاوز محيط الغرفة التي أنت فيه. هذا جانب يعني لا بد أن يراعى في مسألة أنه والله الصلاة والصيام والصدقة غالبا هذه الأشياء لازمة وتلك أشياء متعددة. لكن خلينا نقول بأنه هنا على الإنسان أن لا يفهم بأن الإصلاح ذات البين من حيث أنها فعل من الأفعال الواجبة على المسلم أن يقوم بها، أنها خير من الصلاة المفروضة أو الزكاة المفروضة أو الصيام المفروض، ليس كذلك. ولكن هنا الحديث عن نوافل هذه الأشياء، يعني نوافل الصلوات ونوافل الزكاة ونوافل الصيام أفضل منها أن تكون قائمة في إصلاح ذات البين. ده لما فيه من صلاح المجتمع وترابطه. نعم، فيه صلاح المجتمع، ترابط المجتمع، درء الفساد الواقع عن المجتمع والمحتمل. نعم. أيضا موضوع الفساد ذات البين النبي صلى الله عليه وسلم سماها هي الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. جميل. بمعنى أن كثير من الأعمال سبحان الله تنتهي بفساد ذات البين، لأنه مجرد أن يحصل فساد ذات البين سيحدث الغيبة، سيحدث النميمة، قد يصل الأمر إلى القتال. نعم. يعني هي تبدأ النار مستصغر الشرر، يبدأ نزاع بسيط ثم بعد ذلك يكبر، ثم تدخل فيه بدل كان نزاع بين شخصين تدخل فيه أسرتين، ويدخل فيه ما هو أكبر من ذلك، حتى تصل إلى أحيان تكون قبيلة ضد قبيلة أو مجتمع ضد مجتمع. وبالتالي هذه الأمور لا بد أن يلتفت إليها الإنسان المسلم على وجه التحديد حتى يكون المجتمع الإسلامي مجتمع معافى ومجتمع سليم. جميل. ما هي سبل إصلاح ذات البين؟ طبعا هنا سبحان الله يعني موضوع السبل تركها الشارع لكل سبيل يؤدي إلى المقصود وهو تحقيق الصلاح، بشرط أن لا يكون فيه محظور شرعي، لا يكون فيه محظور شرعي. فقد قد يكون السبيل الكلمة الحسنة، أنك أنت تذكر الطرفين، تنصح هذا وتنصح هذا وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فيتذكروا ويؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال التذكير، تذكرهم بالله والدار الآخرة والعفو وما يترتب عليه، وأن هذا الأمر عاقبته عند الله سبحانه وتعالى جيدة، تذكرهم بالصبر، تذكرهم بالتحمل إلى غير ذلك. هذا سبيل من السبل. التذكير أيضا بقيمة هذا الفعل نفسه،
يعني أحيانا تكون بالموعظة وأحيانا تكون بالتذكير بقيمة هذا الفعل. النقطة الثالثة يمكن أيضا أن تسلك سبيل ما يعرف بالتنازلات، إنه والله تطرح على كلا الطرفين إنه والله لا بد أن يتنازل أحدهما للآخر. من السبل أيضا المعروفة مسألة تشكيل اللجان التي يمكن أن تؤدي إلى إصلاح ذات البين، فتتداعى مجموعات من الناس لأن تقوم بإصلاح ذات البين. يمكن أن نلجأ إلى فكرة التحكيم أيضا أحيانا، لأن فكرة التحكيم وفكرة الصلح طبعا مختلفات، لكن ممكن أن يكون التحكيم نفسه وسيلة من وسائل الإصلاح، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، عملية التحكيم. فدي على كل من السبل أيضا اللي يمكن أن يسلكها الناس إن شاء الله في موضوع التحكيم. أيضا لا بد أن نساعد كذلك. أحيانا قد تكون في مشكلة بين طرفين ولكن أحد الأطراف عاجز إنه ما قادر يحل المشكلة، فقد يكون سبيل أيضا الإصلاح أنك أنت تدخل وتقوم كواسطة بين الأطراف وتحاول تساعد من هو بحاجة مثلا إلى مساعدة، كمن يكون خصومتهم خصومة مالية، أن تضغط على أحدهما، مثلا أن يكون أحدهما موسر والآخر معسر، فتقول لصاحب الإيسار أنك والله أنت هذا الشخص معسر، تنازل له عن كذا، خفض له، اعمل. كل هذه على كل طرق يمكن إن شاء الله أن تؤدي إلى المقصود. فالأحكام التي جاءت عامة ولم يخصص بوصف معين أو بطريقة معينة، المطلوب كيف يحصل الصلح، بس بشرط أن لا نسلك فيه طريقا محرما بطبيعة الحال. جميل. من جانب فقهي شيخنا، هل يجوز الكذب أو في سبيل إصلاح ذات البين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء إلا في ثلاث، واحدة من هذه الثلاث أن يكون الرجل الذي يكذب ليصلح بين الناس. وهذا الأمر طبعا يعني كثير من الناس ربما يستشكله، كيف أنه والله نحن الكذب من المحرمات القطعية اللي ما قابل أصلا لأنه الإنسان يعني يتساهل فيها. لكن لاحظ هنا الكذب هو أن تورد أمرا خلاف الحقيقة، هو مفسدة، مش كده؟ نعم. وهنالك مفسدة أخرى، وهو أن هذا الكذب أنا لا أقصد به إلا أن أصلح بين طرفين من الأطراف. فبعض العلماء مثلا ذهب إلى أن الكذب مطلقا لا في الإصلاح ولا في غير الإصلاح يجوز، ولكن الكذب الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما الذي يعرف عند الناس بالمعاريض والتورية، وفي المعاريض رخصة عن الكذب. فيمكن على كل أن يفهم إنه والله من يرى لا، أن الحديث نص على أن يمكن أن تكذب في سبيل أن تصلح، والمصلحة هنا ليس لنفسك، أنت لا تريد أن تكذب لنفسك ولكنك تريد أن تصلح بين شخصين إن لم يقع بينهما الصلح قد تقع مفسدة أعظم من مفسدة الكذب نفسه. وبالتالي من قال بأن هذا الحديث على إطلاقه وعلى عمومه فإنه يصح أن تكذب لأن تقرب بين شخصين أو أن تؤلف بين شخصين. ومن قال لا، نحن نتجنب الكذب الصريح، وطبعا حتى في الأول في طبعا ضوابط معروفة، من ضمنها أن لا يحصل التوسع فيه، وأن لا يحصل فيه نوع من أن يكون في أمرا عائدا للنفس، أو أنه يسقط حدا من الحدود، أو أنه يضيع حقا من الحقوق، في جملة من القضايا على كل تشترط في هذا الجانب. لكن خلينا نقول إنه والله إذا افترضنا إنه والله موضوع الكذب على ما هو عليه يصح، وبالتالي نضيق في هذه الدائرة في سبيل أن نصلح بين طرفين. فيمكن على كل أن يأخذ ذلك عدة سبل وعدة طرق. مثلا كيف أنا أكذب؟ مثلا أن أنقل للشخصين كلام طيب فيما بينهم، والله فلان يقول عنك خيرا، فلان أبدأ استعداد أنه يريد أن يصالح، هو ما قال ذلك، ولكن أنت تقوم بأدوار فيها نوع من تلطيف الأجواء، وفيها نوع من التقرب إلى تقريب وجهات النظر بين الأشخاص حتى يجلسا لعملية الصلح. جميل. يقول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. في حديثنا عن الإصلاح قد تكون الشفاعة سبيلا في الإصلاح، فهل يؤجر الشافع؟ نعم، هو بطبيعة الحال الذي يتحرك في الصلح قد يكون فيه صفة الشافع، والشافع هو الوسيط
أو من يتوسط بين الناس، قد يكون وجيها، قد يكون عالما، قد يكون تاجرا، على كل له من الوجاهة ما يستطيع إذا ما طلب من أحد الأطراف المتخاصمة طلبا فإنه يمكن أن يستجاب إليه. فهذا هو الشافع، يعني الشخص يتحرك في محاولات تحقيق المصالح للناس، أو حتى الذي يتحرك مثلا في الشفاعة عند المواقع التي يكون الشخص عاجز أن يصل إليها. فهذه كلها على كل تدخل معنا في هذا الباب، موضوع انه الله يشفع ويتحرك ويتوسط ثم يطرح بعد ذلك الحلول. وفي ذلك تقريبا ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فأنت بمجرد أن تتحرك في إصلاح ذات البين، أو تتحرك في الشفاعة للناس، أو تحاول أن تسعى مسعى فيه إصلاح، مسعى فيه فتح الطرق للناس، إقلاق المفاسد عن الناس، إقلاق الشرور عن الناس، هذا النوع من الشفاعات هو الذي نصت عليه: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه. فأنت شريك في هذا الأجر الذي سيكون إن شاء الله بعملية الصلح التي تقع بين الأفراد. وبلا شك هي الشفاعة تسهم في مسألة الصلح بعدة طرق. طيب، دعنا نخوض قليلا في موضوع الشفاعة من منظور إسلامي. ما هي الشفاعة عموما، وما هي آليتها، ومن يحق له الشفاعة؟ طبعا الشفاعة في القرآن الكريم هي تعني أولا الوساطة أو الواسطة أو التوسط، لكن كثير من الناس يعني يفهمها في السياق الأخروي أكثر مما يفهمها في السياق الدنيوي. يعني بعض الناس عندما تذكر الشفاعة مباشرة يذهب إلى الشفاعة الأخروية، اللي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشهداء، شفاعة الأولياء، شفاعة الصالحين. لكن خلينا نحن الآن بالذات ونحن نتكلم عن الصلح غالبا نتكلم عن شفاعات دنيوية. شفاعات دنيوية، فقد تكون هذه الشفاعات الدنيوية من أجل الصلح بين الناس، وقد تكون ليس من أجل الصلح ولكن من أجل المصلحة بين الناس. بمعنى في شخص ما شاء الله عنده القدرة على الدخول إلى الأبواب المغلقة وله جاه، فيبذل جاهه هذا في سبيل قضاء حوائج الناس، فيكون شفيعا له وليست له مصلحة في ذلك. يعني لا يرجو من خلال هذه الشفاعة، هو ليس سمسارا، يعني لا يرجو مصلحة خاصة في هذا الأمر، ولكن يسعى لتفريج الكروبات وقضاء الحوائج. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي للأرملة والمسكين، لاحظ، أرملة والمسكين واليتيم، فهو قال: كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فأنت عندما تتحرك، بس مجرد التحرك، مجرد السعي، مجرد الشفاعة، تتصل على الناس بالتلفون، تذهب إليهم، تحاول أن تتحرك معهم، معك سيارة تحملهم توصلهم المكان الذي يريدون، هذه تدخل معنا كلها في أبواب الشفاعات. أيضا في الصلح، أنك والله تحاول أن تستخدم جاهك وشفاعتك في سبيل إيه؟ أن يكون طرف من الأطراف أنت تؤثر فيه، ويمكن زي ما يقول الجماعة تمن عليه، تستطيع أن تقول له كلمة فيلتزم. هذا النوع من الشفاعة يدخل معنا في موضوع الصلح أيضا، وله إن شاء الله من الحسنات ما يعني لنفس اللي ذكر الله تبارك النصيب في الثواب والنصيب في الأجر. نعم. جميل. هل هنالك شفاعات محرمة؟ نعم طبعا الشفاعات المحرمة، هنا نتكلم الآن عن الشفاعة الدنيوية. الشفاعات المحرمة مثلا الشافع الذي يشفع في الحدود بعد أن بلغت إلى الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل المرأة المخزومية التي يعني سرقت، فتوسط الناس لها، وجاء طبعا أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من الحدود؟ فإذا بلغت القضايا الحدية، قضايا الحدود، وصلت السلطة، هنا لا شفاعة. يعني مجرد أمر الحدود، قضية السرقة، قضية الزنا، غيرها، كل الشفاعات تتم خارج إيه؟ خارج منطقة السلطة. فإذا وصلت القضية إلى السلطة فهنا لا سبيل إلى التدخل والشفاعات، لأن هذا فيه تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع طبعا من المحرمات. نوع آخر من الشفاعات وهو استخدام النفوذ الشخصي لمصالح شخصية وليست لمصالح الناس. يعني شخص عنده نفوذ، عنده موقع، عنده كذا، فيستغل هذا النفوذ ويتحرك في اتجاهات قد تكون لمصلحته وليس لمصلحة الناس. أيضا قد تكون هنالك شفاعة مضيعة للحق، هنالك بعض الشفاعات المضيعة للحقوق، كما أن هنالك شفاعات معطلة للحدود. مش كده؟ في شفاعة عطلت حد، لكن في شفاعة تريد أن تعطل إيه؟ حق من الحقوق. فالشافع يدرك بأن هذا الشخص له حق مالي معين، فيروح في الشفاعة يريد أن يعطل إيه؟
يعطل هذا الحق الذي لهذا الإنسان. هذا النوع من الشفاعات التي تعطل حقا، تبطل حقا، أو تعطل حدا، أو تحقق مصلحة شخصية، أو تمنع سير العدالة بشكل صحيح، أو تؤدي إلى مفاسد في المجتمع، هذا النوع من الشفاعات كله يعتبر شفاعات محرمة في الشريعة. جميل. نشكر لك هذا التقديم وهذا المحتوى دكتور حسن. الله يجزيك خير. الشكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل على حسن الاستماع والمتابعة. نلتقيكم في نفس الموعد من كل أسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.